السلام عليكم يا شباب، في فيديو جديد من سيرفر الحياة الواقعية. المهم يا شباب، الله يجده في إطلاقنا صوت سلاح شغال هرب يا مدير هرب. المهم يا شباب، في هذا الفيديو راح نحاول يعني نرفع الخبرة تبعنا شوي، نشوف كم عندنا خبرة. الحين عندنا خبرة 5 تقريبا، باقي لنا شوي على نوصل خبرة 6. راح نحاول نرفع الليفل شوي. شايفين في تحت على اليسار ضعف الخبرة، يعني في 2 ضعف الخبرة. وراح نحاول نشتغل وظيفة كويسة. راح نشوف في الميناء هل مفتوح أو لا. هذا سلاش هذا لا تظهر هذا. ويقول لك الميناء مغلق حاليا، متبقي يعني باقي 8 دقائق عشان يفتح الميناء. وراح نروح لمركز الوظائف، شوف وينه. ولا اللي من هذا الاتجاه. المهم يا شباب، اللي أول مرة يشوف هاي القناة لا ينسى يدعمنا بلايك واشتراك وأي تعليق حلو عشان يعني تستمر بإذن الله. المهم يا شباب، هيا بينا إن شاء الله نبدأ. نروح للسي في، مركز الوظائف، نشوف أي وظيفة. وصلنا لمركز الوظائف، نروح وظائف متوفرة. نضغط على حرف الإي، يقول لك سائق تاكسي. شوف وظيفة مستوى 5. ما في، يعني نشوف وظيفة مستوى 4. قاطع الأخشاب. قاطع الأخشاب ما أدري وين جربتها. وظيفة الصيد، وظيفة صياد، عامل الميناء، سائق حافلة. يمكن جربت سائق حافلة. في وظيفة تانية؟ لا ما في. راح نشتغل صياد، سائق تاكسي، حافلة، وظيفة صياد، عامل نقل البنزين. عامل البنزين. راح نطلع من الوظيفة. جوب، بيقول لك اكتب جوب ويت. جوب ويت فقد استلمت. نروح للصياد. وين وظيفة الصياد؟ قاطع الأخشاب. تمام، الحين أخذنا وظيفة تبع الصياد. يقول لك قم بشراء سنارة صيد وطعم صيد. ستحتاج إلى طعم كثير لتحصل على صيد وفير. توجه إلى العلم الأحمر، منطقة بدء وظيفة. استأجر قارب واستعمل صنارة خاصة بك. بالضغط على زر حرف الN عند حصولك على صيد مثمر. توجه إلى الميناء لبيعه بسعر مناسب. ستجد المكان البائع بالخريطة. تمام، الحين راح نروح للمتجر. راح نشتري صنارة صيد وطعم صيد. شكلنا راح ناخذها جد يا غالي. شوف هذا كتب لي شيء. خلاص احنا رحنا. المهم راح نروح للمتجر. لازمنا نستغل هذا ضعف الخبرة المتاح الحين عشان نوصل لليفل 6 و7. بدنا نشتري دراجة والله تعبت يعني، كل مرة آخذ أجل. رياضة يعني رياضة. المهم راح أوصل للمتجر وأرجع لكم إن شاء الله. وصلنا للمتجر، راح ندخل للمتجر نشتري صنارة وش اسمه وطعم. نجينا هون قسم المشروبات، قسم المأكولات، أغراض أخرى. راح نجي لأغراض أخرى. طعم صيد، طعم صيد، صنارة صيد. صنارة راح نشتري وحدة، أنا ما راح أشتري عشان يعني كنت اشتريت وحدة من قبل. طعم صيد راح نشتري يعني اشتري الكمية عشان اشتري كمية كبيرة 30 أو أكتر.
يعني كل طعم واحد يساوي سمكة واحدة. في مرات يعني يفشل الصيد، ما تصطاد شيء. يعني إذا بدك تاخد حمولة كبيرة اشتري طعم كتير. رقم طعم صيد، شراء والعرض، شراء. أنا راح أشتري هذا بس عشان معي حمولة صغيرة كنت سويتها قبل. وراح نشوف الحين اشترينا الطعم. شوف قالك لما تشتري الطعم راح وين؟ منطقة صيد الأسماك، هي هاي اللي باللون الأصفر. كده هون راح نروح لهذا المكان نصطاد السمك وبعدين راح نجي للبناء. يلا بينا الحين نروح لمكان الصيد. غد هيك نعلم على المكان. يلا بينا نروح. المهم يا شباب، وصلنا لمكان الصيد. حطينا الدراجة هون إن شاء الله ما تروح. يجي لهذا المكان لازم نستأجر قارب. يمكن هون يجي لهون مكان سحب الطوارئ. صار مركب. مش معي مركب، لازم نستأجر. مش معي مركب أنا، لازم نستأجر. وين راح نجي لهون. وظفت أمين طوارئ. راح تدفع التأمين وراح تجي لهون كل المربع الأصفر. تمام، خذ الوقت هون. تمام، راح نوقف هون. يقول لك نضغط على زر حرف ال مع سات. تمام، راح تضغط على حرف ال وراح تنتظر. كم معي بالطابلة؟ معي 9. تمام، لقد حصلت على سمكة جد. تمام، كل مرة تضغط على حرف ال وتأخذ سهم. 2 وحوالي 8. والله الصيد بطيء بطيء. أيقظ أيدي. شوف قد وصلت. تضغط على هذه المرة والقضاء. حصلت على سمكتين. قد حصلت على سمك. راح نصطاد مرة أخرى. المهم يا شباب راح أكمل الوظيفة، شكلها راح تطول. راح أكمل صيد وراح نروح للمرحلة الجاية. المهم يا شباب خلصنا، وأخيرا خلصنا الصيد. زي ما انتم شايفين يا شباب حصلنا على سمك وأخطبوط ولؤلؤ. السمك والأخطبوط راح تحولهم في مكان. شوف المكان، وين المكان. راح تجي لهون. شايف؟ مش هون مش هون. راح تجي لهون مكان تقطيع وتغليف أغراض. واللؤلؤ راح تبيعه هون محل المجوهرات. راح نروح للمركب. شايف الضجيج. راح نروح يا شباب للمرحلة الجاية واللي
راح ننزل من القارب. لما تخلص راح تجي لهون زي ما انتهت، تضغط ارجع القارب. لازم هون تكون المركبة جانب هذا الميدان. يعني لازم ناخذ قارب جنب المكان، قرب مكان الهدف. لا، وممكن هون شوف راح تزبط ولا لا. هنا شكلها عيالك تمام. راح نجي لهون وراح نضغط على الحركة نرجع المركز. تمام، استعدنا 1400. المهم راح ناخذ الدراجة، الحمد لله ما رحت الدراجة. بنعلم وين المكان، نروح لهون مكان تقطيع وتغليف أرض. يلا بينا راح نوصل ونرجع. وهنا في الطريق يا شباب راح نمر على محل مجوهرات. وين المواد؟ وين؟ يمكن من هون، من هون، من هون، لا من هون. تمام، من هون. راح نروح على محل مجوهرات عشان نبيع اللؤلؤ. كذا موظف زار كريم مول إضافي. هذا كل واحد لؤلؤ يساوي 249. تمام، رقم بعنا اللؤلؤ. الحين نروح للمكان، المرحلة الأخيرة في الوظيفة. المهم يا شباب وصلنا للمكان. راح تجي لهذا المكان في 4 أماكن. راح تدخل هذا المكان تبع الأسماك، تجي لهذا الماركر. يقول لك اضغط على حرف ال تضغط عليه عشان تبدأ تقطع الأسماك. شايفين السمكة تم دوشة القسم الثاني. بعدين تروح وين؟ هون توجه قسم التنظيف، توجه لقسم التغليف. الحين راح نروح نغلف السمك. وين هون؟ هون تقدر تغلف السمك. كم بقى معي؟ قد قمت بتغليف المنتج بنجاح. المرحلة الأخيرة تبع التنظيف والتقطيع والتغليف يعني بسرعة، الصيد يتأخر. الحين نغلف التطور. خلصنا. تمام، الحين نكون خلصنا جميع المراحل. الحين نروح للميناء نبيع، نشوف كم راح يجينا خبرة وكم راح يجينا نقود. ناخذ الدراجة، هي الدراجة. شوف الميناء مفتوح أو لا. هاربور، الميناء مفتوح حاليا. تمام، الميناء مفتوح. يلا بينا، يلا بينا. السلام عليكم. السلام عليكم. شق الابواب يا شو سويت؟ خلها جيبه، طلعها هنا طلع. هلا يا شرطي، هلا يا شرطي، كيفك؟ 500 ايش 5؟ كلب ايش ده؟ تقول لي تمام. 12 فين؟ حول له 500، 54، 93. لازم تحول بالمتر، ما اقدر احول اكثر من متر.
اللون أخضر. أول كله مشرد. مشرد يحول، هو نحول بيتين بس مشرد. مشرد والمفروض يعطيني مخالف وأنا راح أدفع المخالف. مش فاهم أنا، والله مش فاهم، والله راح نتأخر. يلا يا شرطي، وين درجتي؟ أقول لك you can only pay within 5 minutes. يا شرطي، مش راضي يحول. قل لي لا تقصني، كيف نقول؟ يا شرطي مش راضي يحول، مش راضي. قل له كل 5 ده 200. قل هذا نظام، والله مش يعني مش هيك. المفروض يعني يعطيني مخالفة وأنا راح أدفعها وأدخل أبيع هذه في الميلاد. قال لي شو أعطيني 10 سمكة. أنا باين. والله هذا الشرطي. الله. خذ يا شرطي. كيف راح أعطي؟ أعطيه 3. يلا أنا أعطيته حمولتي كلها. والله الشرطي أخذنا كل السمك. وين راح نبيع الحين؟ خلينا نشوف مكان البيع. تمام، والحين نشوف مكان البيع. وين؟ هون منتجات بحرية، أيوة. ماشي. مثلا الحين نروح عند الرجل الأصفر. وهذا نروح ننزل هون. أمور إضافية لدى كل سمكة واحدة تساوي 181 إكس بي. وهذا مبلغ يعني لا شايفين 154 196 90 199. المهم يعني شوي الحمد لله يعني وصلنا لليفل 6. يعني نقدر ناخذ وظيفة أفضل في المدن ونشتري دراجة. المهم يا شباب، هذا كل شيء في الفيديو، لا تنسوا تعملوا بلايك والاشتراك.
نلتقي في الفيديو الجاي إن شاء الله. بس يلا مع السلامة.